مصري وليك عين تتكلم على اقوى ثالث اقتصاد في العالم، هيتكلم ايه المشكله؟ المصري يتكلم زي ما هو عايز. هقول لك ليه بقى ان هو له عين يتكلم على اقوى ثالث اقتصاد في العالم، لان المصري ده جزء اصلا في الاقتصاد ده. المصري اللي عايش في المانيا له الحق طبعا ان هو يتكلم على الاقتصاد، قاعد شغال وبيدفع ضرائب، مش قاعد مثلا رايح يوقف على جوب سنتر مثلا جاي فشخ البلد في افكارها، ولا شغال اسود وبياكل حرام. المصري ده جاي يتعلم او جاي يعمل معادله او جاي يشتغل. هتلاقي المصري ده دكتور، ده مهندس تمريض، هتلاقيه تنفس صناعي وحالات حرجه، صيدلي، هتلاقيه اسنان، هتلاقيه علاج طبيعي. المصري مش جاي لاجئ، المصري ده جاي شغال وبيساهم في نمو الاقتصاد بتاع البلد اللي هو قاعد فيها. اي حد هيجيب سيره مصر وهيجيب سيره المصريين بكلمه ما تعجبنيش هطلعه مسرح وههينه وههين اي حد يتشدد له عندي على البيدج. محدش يتكلم على مصر ولا على المصريين باي كلمه سوء. المصري قاعد لعمر البلد فكرت ان هي تمشيه، ولا عمر البلد فكرت ان هي ترحله. ولا لما البلد بتيجي تتكلم مثلا عن الترحيل يقول لك احنا لازم نرحل 80 90% من المصريين اللي موجودين. لا يا مولانا، المصري قاعد شغال وبيدفع ضرائب. المصري عمره لا راح وقف على جوب سنتر علشان ياخد فلوس، ولا عمره راح قدم لجوء، ولا عمره اشتغل اسود، ولا كل حرام. فخلي بالك من الحته دي كويس قوي. المصري له الحق ان هو يتكلم في اي حاجه طالما قاعد وبيساهم في نمو اقتصاد البلد اللي هو عايش فيها. فخلي بالك وانت بتتكلم عن مصر والمصريين، والزم لسانك وحط لسانك في بقك واعرف انت بتتكلم عن مين. احنا اسياد العالم قبل ما نكون اسياده.